في هذه الفترة المفتوحة على هواء وسط الدلتا. صباح الخير يا دلتا النيل. شيرين، كما ذكرت هو اليوم هو اليوم الثاني لأعمال هذا المؤتمر الهام بالفعل، المؤتمر الجغرافي الدولي الأول، والذي يقام تحت عنوان الموارد المائية في الوطن العربي بين المعوقات وآفاق التنمية. المؤتمر بينظمه مركز البحوث الجغرافية والكارتوغرافية بكلية الآداب جامعة المنوفية. نترك المجال لأصحاب الخبرة وأصحاب الاختصاص في هذا المجال، وهو الأستاذ دكتور إسماعيل يوسف المنسق العام لهذا المؤتمر. دكتور إسماعيل، أهلا بحضرتك وبالتوفيق إن شاء الله يا فندم في ثاني أيام هذا المؤتمر. أهلا وسهلا بحضراتكم وصباح الخير يا مصر. دكتور إسماعيل، نتحدث بداية عن اليوم الأول وانطباعات حضرتك عن كيفية خروج اليوم الأول لهذا المؤتمر، هو أمس والذي عقد في الجمعية الجغرافية المصرية والمجمع العلمي بالقاهرة، وكيف خرج كما هو مخطط له دكتور إسماعيل؟ المؤتمر عقد الجلسة الافتتاحية في الجمعية الجغرافية المصرية أمس السبت 9 ديسمبر، وكانت الجلسة الافتتاحية تحدث فيها عدد من الشخصيات البارزة. ولكن قبل ما أشير إلى المتحدثين، المؤتمر ضم حوالي 100 بحث، منه 40 بحث من الدول العربية و60 بحث من جمهورية مصر العربية، منها 25 بحث من جامعة المنوفية و35 من الجامعات المصرية. والممثلين اللي جاءوا إلى هذا المؤتمر ينتمون لحوالي 47 جامعة عربية، وينتموا إلى عدة دول، طبعا جمهورية مصر العربية بالإضافة للعراق والسعودية وليبيا والسودان والجزائر وسوريا والصومال والكويت. نعم. وطبعا احنا كان عندنا حوالي 50 مشارك من الدول العربية، وقدموا 40 بحث. جملة المشاركين في المؤتمر 200 مشارك، منهم 150 مشارك ببحوث. الكليات اللي تقدمت في هذا المؤتمر ببحوث أو بمداخلات أو بكلمات في الافتتاح: كليات التخطيط والهندسة والآداب والتربية والحقوق والعلوم السياسية والبيئة والمعاهد المتخصصة. وكان هناك 10 جهات راعية للمؤتمر، أبرزها كان المجلس العربي للمياه، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ورابطة الجامعات الإسلامية، والجمعية الجغرافية المصرية، والمجمع العلمي المصري، والجمعية الجغرافية السعودية، بالإضافة إلى مجموعة من الهيئات والجمعيات التعاونية والجمعيات الأهلية، أبرزها جمعية السادات، والجمعية النموذجية للدراسات المتطورة، ورابطة خريجي شعبة الخيرات والمساحة، والجمعية المصرية للتغير البيئي. والمؤتمر بيعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، وطبعا في رعاية شرفية من وزارة الري ووزارة التعليم.